محمد بن فنيطل البشري، مرحبا فيك في حسابات قبيلة ولد سليم. اليوم أنتم ضمن زوار هذه المحمية وهذا المنتجع، كيف شاهدت المنتجع؟ والله ما شاء الله أنا أشكر صراحة على المكان، وأبو سامي يستاهل والله كل خير. أنت تقول أنك كنت معه من أول البداية؟ نعم، أول ما بدأ هو كنت جبت له كيبل كهرباء وخلينا أنا وياه أي بالسطح هنا. ما شاء الله تبارك. وجيت اليوم وقلت له ما على خبري، قال صحيح ما شاء الله. بركات الله بركاتها كل كيبل جبت. ما شاء الله هو تبارك. يستاهل والله أبو سامي. بشكل عام كيف شاهدت المحمية؟ والله أنها ممتازة صراحة، محترمة جدا ولقى منعها نطيب الرجال. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا. حياك الله يا وسهلا. علي بن سليمان الحربي، مرحبا فيك في حسابات قبيلة ولد سليم. اليوم أنت من رواد هذا المنتجع وهذا المشتل، حياك الله. كيف شاهدت المشتل؟ ما شاء الله تبارك الله، والله صراحة أنا القائمين عليه يجزاهم كل خير، والله يجزاهم ما قصروا، والله فتحوا المجال للجميع. كيف علمت عن هذا المشتل؟ والله عن طريق اليوتيوب وصلتنا على الواتساب. كيف شاهدت بشكل عام هذا المشتل؟ والله ما شاء الله تبارك الله، اللي يشوف ما شاء الله تبارك الله، شوف المجموعة ما شاء الله ما هي بسيطة، جيدة والله. سعيدين فيك، شكرا جزيلا. الأستاذ محمد الناصر، اليوم تتواجدون في محمية أبو سامي، كيف شاهدت المحمية بشكل عام؟ بشكل عام والله ما شاء الله، يعني المنظر به مناظر جميلة وما شاء الله، يعني باذل جهد بعمل هالمشتل لزوار، حتى يعني به مناظر خلابة بالنسبة للورود والألوان. وش اللي شدك في هذه المحمية؟ المناظر الجميلة، كذلك الجو المعطر بريحة الورد. صحيح. واشكر صاحب المشتل هذا على جهوده، ما عمل من يعني لفرجة للناس، يشكر عليها. كيف علمت عن هذا المشتل؟ والله علمت شفت مقطع يعني متداول فقلت لازم ازور المشتل. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا. سعدنا في ذي. جزاك الله خير، شكرا ما قصرت. يوسف الحربي، مرحبا فيك في حسابات قبيلة ولد سليم. يا هلا والله وسهلا بولد سليم. اليوم في هذه المحمية، كيف شاهدت المحمية؟ والله ما شاء الله الصراحة ما قصر أبو سامي، شوف هالزوار هذول كلهم فضله بجهوده، الله يجزاه خير بعد الله. يعني كم مدخل سرور على هالعوائل وهالأطفال وحنا، الله يجزاه خير، هذا اللي احنا نقول. وش اللي شدك في هذه المحمية؟ أول شيء جزاه الله خير ونخليها لوجه الله، يعني مجاني، وغيره لا مخلينها برسوم وبوقات محددة. لا هو ما شاء الله فاتحنا البيبان ومشرعها للناس مجاني، هذا أول شيء. ثاني شيء تنوع الزهور ما شاء الله، جزاه الله خير، يعني كل شيء متوفر، أدي دحان وغيره ومفن للخير، جزاه الله خير. أكيد أبو سامي يبي أفكار من زوار هذه وش عندك نصيحة لأبو سامي؟ والله ما يحتاج نصح أبو سامي، أبو سامي سابقنا الناس كلها بهالمجال هذا، هو اللي علمنا ما نعلمه. الله يجزاك، شكرا جزيلا. العفو سيدي. منسق مهرجانات منطقة القصيم، سكيت، مرحبا فيك في حسابات قبيلة ولد سليم. اليوم أنت زيارة لهذه المحمية، كيف شاهدت المحمية؟ والله صراحة أنا أول مرة أجي، ما شاء الله يا الله، شيء غريب جدا جدا جدا. جنة الله في أرضه سبحانه. أول مرة أدري أن المنطقة تحتوي على مثل هالزهور وهالورود وهالأشياء الجميلة والله. كيف وصلك الخبر عشان تجي لهذه والله أنا زائر رفيق صاحب اللي بالخبر السحابين، وقال في فيضة برياض الخبرة، قلت تكفى خل أشوفه، لكن الحمد لله أني شفته قبل ما شاء الله تيبس على ما يقولون. بحكم أنك منسق مهرجانات القصيم،
وش اللي تحتاج هذه المحمية؟ والله أنا أرى وأكيد أن المسؤولين برياض الخضراء على رأسهم ربان السفينة المحافظ ورئيس البلدية أنهم ما يقصرون معكم. لذلك أنا أقول لازم مثل هالموقع هذا يحتاج دعم من رجال الأعمال ومن المسؤولين، لأن صراحة شيء مميز، والأميز أن الدخول مجاني. هذه بحد ذاته ما هي بسيطة. صحيح. شاكرين ومقدرين الله عبر يسعدك. حسابات قبيلة تول سليم. ونعم ولي الشرف طال عمرك. شكرا جزيلا. الله يسعدك. صاحب المحمية مشرف بن مطر السليمي، مرحبا فيك في حسابات قبيلة تول سليم. يا مرحبا ومسهلا وحيا الله الحسابات جميعها من حسابات ولد سليم، وعلى راسهم انت يا ابو هليل. يا مرحبا. في البداية متى بدأت هذه المحمية؟ والله المحمية هذه المؤسسة الآن لها تقريبا 4 سنوات. بدينا تقريبا في المشاتل اللي هي الطلحيات. طبعا الأشجار بصفة عامة تحتاج إلى سعة بال على حساب أنها تنمو وتكبر وتبدأ في مشروعك. الآن صار لنا 5 سنوات. المشروع مستهدف أنه يبدأ بعد 6 أو 7 سنوات، لأن عندنا خطوط أشجار، والأشجار لازم تأخذ وقتها حتى أنها تنمو. السنة هذه بدينا في شغل مربعات، هو جس نبض، وفتحناها مجاني. بنشوف ردود أفعال الناس، هل هو يعطينا الطموح أن نكمل الشغل، نكمل اللي مثلك وشرواك ويجون ذول يعطونا بعض الأفكار. والحمد لله الصدى صار واسع وصار أكثر من المتوقع، يا لك الحمد والشكر. صحيح. شغلنا 20% الموسم هذا. الموسم القادم راح نكمل 80%، وراح إن شاء الله يشوفون شغل أفضل من الشغل هذا بإذن الله. الموجود في المحمية، طبعا المحمية تتجزأ إلى كذا جزء. عندنا محمية الطيور، محمية غابة عبارة عن مقفلة وداخلها طيور. عندنا المربعات الربيعية اللي هي موسمية، تبدأ عندنا تقريبا من شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس. هذه الشهور المستهدفة الموسمية تكون ربيعية زي الوقت اللي حنا فيه الآن. صحيح. وعندنا المشاتل اللي هو استزراع الأشجار البرية والنوادر من الأشجار البرية المهددة في الانقراض، مواكبة لرؤية 2030 اللي هي المحميات الطبيعية. والحمد لله شاركنا في كذا مشاريع لإنتاج بعض الأشجار الطلحيات، لأن المحميات الملكية تستهدف الأشجار المحلية اللي موجودة بنفس المحمية. مثلا عندك محمية الملك سلمان، فيها الطلح، فيها العوشز، فيها الأرطة، فيها الغضا في المناطق الرملية. هذه المستهدفة نستهدفها ونبدأ نكاثرها ونستزرعها عندنا موجودة، وهذا هو صلب المشروع الآن موجود عندنا في مكاثرة اللي هو الاستثماري. أما الموجود الآن والزيارات اللي موجودة الآن هي مجانية، والموسم القادم بإذن الله راح يكون فيها عموما متلازمة مجاني راح تستمر معنا بإذن الله. ولكن ممكن راح يكون تشغيل الموقع من خلال الفوتو تراك، جلسات داخل الربيع، وهذه راح تكون رموز برسوم رمزية نوعا ما يعني. ما شاء الله تبارك الله. أنت لك باع طويل في المشاتل والاستزراع. بالنسبة هل هذا أنت هذا حصيلها؟ والله إن شاء الله. هو أنا هاوي طبعا، أنا هاوي. ممكن أخذت البكالوريوس الجغرافيا ونظم جغرافية، بس لكن أخذها أنا بعد الهواية. الاستزراع الأشجار البرية طبعا مضى لنا وقت، وكل الناس تعرف قبل المحميات الملكية كيف كانت الأرض. يعني الآن الحمى خلال ال5 سنوات اللي راحت كل يقول ما شاء الله تبارك الله. اللي راح السنة هذه يوم جهة الصمان وشاف الحمى كيف هو مفيد، وكيف الرعي الجائر قل، وكيف الأرض رجعت. الآن انقطع عنا الغبار حتى. صحيح. متى علمنا في الغبار؟ صحيح. تذكر عام العشرينات كان الغبار يقف على الجفن. صحيح. الآن الحمد لله. وهذه يعود السبب بعد الله سبحانه وتعالى اللي هي للحمى الواسع. طلعت النباتات وبقت النباتات في محلها. صارت لما تكون في رياح قوية الأرض ثابتة، ما يكون فيها عصف ولا شيء. على أبواب شهر رمضان المبارك. نعم. هل شهر رمضان سوف تكون فاتحة أبوابها للفطور فيها؟ وش بعد رمضان؟ طبعا المحمية فاتحة لها 2.5 شهر. التأخير منا حنا نعتذر. أجعلك تسلم. لا بالعكس، أنتم جيتكم هذه على عيني وراسي،
ولو جيتوا حتى بعد انتهاء الزيارات ما لا تقدم ولا تؤخر، ما هذا محلكم. احنا محلكم ما يحتاج. حساب ولد سليم للموسم القادم باذن الله. باذن الله باذن الله. وزي ما ذكرت لكم انا في البدايه انه هو اساسا شغل تشغيل تجريبي، يعني لا اكثر ولا اقل. اليوم السبت هو نهايه الويكندات اللي كانت في قبل رمضان. عندنا ويكند واحد اللي هو اجازه الخميس والجمعه والسبت اول رمضان. يعني الاسبوع القادم راح نفتح افطار العصر. بعدها راح نتوقف، والموعد ان شاء الله الموسم القادم. الموسم القادم متى؟ طبعا الزراعه تبدا في شهر اكتوبر. احنا المعذره انا اتكلم في الميلادي لانه هو الثابت عندنا. صحيح. هو الثابت يعني في 16 اكتوبر يبدا الوسم. احنا نبدا بزراعه الربيعيه، ناخذ شهرين، بعدها ان شاء الله باذن الله راح تفتح المحميه ابوابها للزوار وتستمر معنا 4 شهور الى حتى وقتنا هذا. السنه القادمه ان شاء الله راح تكون فتره رمضان طويله جدا، لان رمضان كل سنه يجينا جاي يدخل في صحيح صحيح. طيب المناطق الريفيه وسمو سيدي امير المنطقه اطلق السياحه الريفيه، ما يعني فكرت انها تكون بالصيف بعد رذاذ وكذا وتفتحها في الصيف في الليل؟ والله هذه الفكرة موجودة، ولكن التنفيذ ممكن أن يتأخر، لأن أنا لي سنوات طويلة وأنا أفكر في موسم اللي هو موسم الربيعيات اللي هو الزراعة فقط. أنا في شيء أنا بعترف فيه الآن، أنا إنسان ماني تشغيلي، أزرع لك أقلب لك الدنيا ورد، ولكن التشغيل ضعيف فيه. لذلك أنا بزين المنطقة وبنحط فيها مربعات ربيعية وبنعطيها زهور ونشكل فيها أنواع كثيرة، واحتمال نسلمها مستثمر هو اللي شغله. الآن في محمية الطيور، حدثنا عن محمية الطيور. محمية الطيور هي تقريبا مساحتها 1000 متر مربع بارتفاع 6 متر. بدينا فيها بشكل غامض، انتظرنا 2 سنين، لأن زي ما قلت أنا في اللقاء قبل شوي الأشجار تحتاج أنك توسع بالك عليها. صحيح. ومشاريع التشجير ومشاريع الحدائق تحتاج لها وقت طويل على حساب أنها تجي على اللي يعني تبيه. والطيور من مشاكلها انك اذا بديت الاشجار اذا بديت الطيور قبل الاشجار فهي راح تهلك الاشجار. المنطقه الان لو تطالع يمين ابو هليل شوف المنطقه الان هذه عباره عن غابه داخل الشيت الاخضر هذا، ارتفاعها 6 متر. المحميه دي محميه طيور تاكل من اليد في الغالب، فيها طيور بريه، جوها ممتاز صيفا وشتاء. انواع الطيور الموجوده؟ انواع الطيور مثل عندنا الزيبرا اللي الصغير اللي ياكل من اليد، عندنا مثل الحمام الماسي، القمري الافريقي، فيها الزيبرا دوف، في انواع طيور ثانيه مستورده اصواتها جميله وحلوه. المحميه هذه جايه بوسط محميه الطيور دي جايه بوسط المحميه، حتى انه يكون فيها تغريد الطيور تكون صوت 3 أبعاد، تسمع الطيور من كل جهة في المحمية. ما شاء الله تبارك. أكيد أن المحمية بشكل عام أنها أسس لها في كل صخرة موجودة في هذا لها في المستقبل لها حدث. صحيح كل متر في متر هنا موضوع له خطة. نعم. المنطقة تقريبا 23,000 متر مربع. المنطقة ممكن نقول ما هي بذاك الكبر، يعني 23,000 متر مربع تعتبر مساحة متوسطة، ولكن إذا استغليت فيها كل متر فيها راح يعني يكون شغلها ما هو بذاك السهولة. من ضمن لو طالع وراء من ضمن أهداف المحمية أن الزوار لما يجون تاكل الطيور اللي بيها وتكون تجربة نوعا ما، يعني تكون تجربة صحيح نادرة. صحيح. أنا حضرت الأسبوع الماضي وجبت بيتين وأشوف إنها جحافة بحق الجهد الكبير والشيء اللي احنا شايفينه. أي والله أنا حاولت إني أعبر، وهي شيء ما بس عن الضمير ولا ما يوفي بعد، لكن عن البشرية هذه كلها. أهل الوفاء عنهم تقدمت بالقاف، والشعر بسماهم أحرر قيوده، نذكر ونشكر فيه من باب الإنصاف، والفعل قولي ينشره ما يزوده، أسوأ ما أشوفه بري يجيل الإجحاف، ولو ودي أقع مثلهم في حدوده، ورد الثنا الدافع لي بكل ميقاف، واضرب الفعل الطيب واحفظ بنوده، جيت المكان اللي يزورونها طياف، الطفل والحرمة ولا باء تروده، ما له رسوم ولا على بابه خلاف، ولا عد صافي مكسبه من وفوده، زودا على ذلك في الصدر مضياف، والنار شبتها دون للبرودة، في جنبها ترسم وريث الأسلاف، ويحوفها من لا بخل في عدوده، مشرف ومشرف معتل راس مشراف، واشرف بنفسه يوم شمر زنوده، ما حط للمشتى الإدارات
واشراف، وبراس ماله يخدمونه هنود، حزام اخوانه اللي شاف ما شاف، وعيال عمه بالحفاوه عضوده، واهل القلوب المبصره واهل الانصاف اشوفهم فيما فعلهم مشهوده، وجهود ابو سامي على الارض تنشاف، وفي السم الله ما يضيع جهوده. صحيح. سلامتك. من غير تعبير بسيط والله، تعبير بسيط. بيض الله وجهك. وجهك أبي. والله انا من غير باسم البشريه ذي كلها، ما هو باسمي انا، ما يهمني الكلام هذا، ما لا تعتبر مفاد علي، اعتبر من واحد مجهول مر بالمشتري. ابيض وجهك. الله يعافيك. اي والله.